مساء الفل. الصبر مش ضعف، الصبر قوة، لأن معناه إنك مؤمن إن في حاجة أحسن مستنياك قدام. الناس بتفتكر اللي بيصبر ضعيف، بس الحقيقة إن الصبر محتاج قوة أكتر بكتير من الاستسلام، لأن اللي عنده يقين عمره ما بييأس أبدا. وطبعا وحشتوني جدا 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 من الحلقة اللي فاتت، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على نبينا ونشوف حلقة النهاردة مخبية لنا إيه. رنيم بسرعة بلعت ضحكتها بخوف وبعدت عنه لما شافت كل العيلة بتبص عليهم بنظرات حادة وغضبانة، ومن الواضح كده إن حصلت حاجة ما تعرفهاش. مسكت في دراع جواد بتتحامى فيه بخوف مالي قلبها، ورجعت كذا خطوة لورا علشان تقف وراه مباشرة، طبطب على ايديها بحنية وثقة علشان تطمن. هو في حاجة ولا ايه؟ كانت جليلة لسه هترد وتقول اللي بيحصل، بس فاروق كان الأسرع ورد عليه بحدة وعينيه متثبتة على رنيم بكره. في انك اتضحك عليك من البت دي، كانت فاكرة انها تعرف تضحك علينا عشان تعرف تتجوزك. خافت رنيم من نظراته المرعبة الحادة وكلامه اللي خلى قلبها يقف من الرعب، فاتكلمت بتلعثم ورهبة بتحاول تفهم قصده. انا ما عملتش حاجة والله يا فاروق بيه. طالعها بتقليل وغير اهتمام للي بتقوله واتكلم بحدة اخرستها. انت مين انت عشان ترد عليا؟ هو انت هتنسي نفسك يا بنت انت ولا ايه؟ زعق جواد بحدة بيسأر لمراته اللي اهانها ابوه قدام الكل. هو في ايه الكل ده يا فاروق بيه؟ وبعدين ايه هتنسي نفسك دي؟ لا هي مش هتنسى نفسها، هي بتتكلم بصفتها مراتي وليها كل الحق في اللي هي عاوزاه. اتجمعت الدموع في عينيها بحزن، بس حاولت تهدي نفسها بعد ما سمعت كلام جواد اللي طبطب على قلبها وبيأكد ليها ان هو افضل راجل في العالم زي ما دايما بتشوفه. زعق فاروق في ابنه بعنف والغضب بيغلي جواه من رده الدايم عليه. هو عاوز يعمل معاه زي ما بيعمل مع الكل، يبقى كلامه واجب التنفيذ غصب عن اي حد. مراتك؟ هو انت خلاص واقف قدامي عشان خاطر واحدة زي دي؟ ده انا فاروق الهواري، ومراتك اللي بتتكلم عنها دي ضحكة عليك. دي مراتي، يعني كرامتها من كرامتي، وانا ما اسمحش ان حد يتكلم معاها كده مهما كان هو مين. حس فاروق بغضبه اللي بيزيد، بسرعة مسك ابنه من ياقة قميصه بعصبية وبيشده بعنف. يعني ايه؟ لا فوق، انا ابوك واعمل اللي يعجبني، مش انت اللي هتعرفني اللي اعمله كويس. انا ما قلتش كده، بس ما ينفعش تكلمني انا ومراتي كده ولا بالطريقة دي. بصت رنيم على جواد بسرعة بعين مليانة بالدموع واتكلمت بضعف وخفوت خوفا من اللي بيحصل قدامها لأول مرة. جواد خلاص، علشان خاطري ما حصلش حاجة. وبسرعة اتدخلت جليلة كعادتها علشان تنهي اللي بيحصل ومسكت بدراع فاروق. فاروق اهدى شوية واقعد اتكلم معاه كده وانت جواد يا حبيبي اهدى، الامور ما بتتاخدش كده. زقها فاروق لورا علشان تبعد عنه وزعق بجدية وغضب. اوعي انت يا جليلة وما تتدخليش المرة دي بالذات، لان انت اللي مشجعاه دايما. طبعا الحرباية الحايزة بونا مديحة كانت بتبتسم بتسلية للي بيحصل حواليها، مبسوطة جدا من الخناقة دي، وقربت من جليلة بدأت تزرع سمها بخبث وبتمثل الحزن. معلش يا جليلة ما تزعليش، هي بس البت دي كده مش سهلة، تلاقيها هي اللي مقوية جواد على ابوه، دي حرباية. لا يا مديحة لا، هي دايما العلاقة ما بينهم متوترة كده. مصمصت شفايفها بسخرية من سذاجتها وبصت قدامها عشان تشوف اللي بيحصل، كأنها بتتفرج على مسرحية مسلية بالنسبة لها، خاصة للي بيحصل لرنيم دلوقتي. سمع فاروق كلام جليلة وسابه وزعق فيه بغضب. وبعدين اللي بتدافع عنها دي وبتقول مراتك دي ضحك عليك وعلى الكل؟ هي مين دي اللي ضحك عليا؟ انا ما اسمحش ان حد يقول عليها كلمة من دلوقتي. طلعوا بتهكم وعينيه متوجهة عليها زي النار اللي بتحرقها وتخلي جروح روحها بتزيد. وضح كلامه بحدة وبيشاور عليها. مراتك اللي انت بتدافع عنها وبتزعق قدامي دلوقتي عشانها عقيمة، عمرها ما هتخلف ومخبية عليك عشان طبعا ما تسيبهاش. ما هي ما صدقت انك تتجوزها. كلامه ضغط على اكبر جرح فيها، جرح عمره ما هيشفى مهما مر عليه الوقت، جرح واقف لها في سعادتها كل ما بتشوف طفل مع امه بتعيط بالقهر. ليه اتحرمت من الشعور ده اللي ملوش مثيل؟ ليه هي اللي بيحصل معاها كل ده؟ كانت بتتمنى لو تشيل طفلها بين ايديها وتعتني بيه وتديله كل المشاعر اللي اتحرمت منها وتغمره بحنيتها اللي ملهاش مثيل. بس كل ده بقى احلام في عقلها، احلام بتزعلها وترهق روحها، عارفه ان ده مستحيل يتحقق. بصت بعينيها الباكية على جواد اللي ابتسم ليها بهدوء علشان تهدى هي كمان ويطمنها انه هيفضل جنبها مهما حصل. وبص لابوه وسأله بجدية. وانت مين قالك ان هي مخبية عليا؟ عقد فاروق حواجبه بصدمة من كلامه. ما كانتش الصدمة من نصيب فاروق وبس، لا دي كانت من نصيب الكل. واتكلم فاروق بعدم تصديق وذهول. بتقول ايه؟ قصدك ان هي كانت قايله لك وعارف انها ما بتخلفش واتجوزتها برضه؟ هز راسه بيأكد كلامه كأنه موضوع عادي بالنسبة له ورد عليه بثقة ولا مبالاة. عارف، رنيم قايله لي كل ده من قبل ما اتجوزها.
ما خبتش عليا حاجة، وانا بالنسبة لي كل ده مش مهم، المهم هي وبس. فاروق ضرب على الترابيزة بعصبية مفرطة، كان خلاص هيفقد عقله، وزعق فيه وغضب بيعميه. لا بقى، ده انت شكلك خلاص مش فاهم حاجة. يعني ايه تتجوزها وهي كده؟ ايه، من قلة البنات؟ ولا خلاص مفيش بنت غيرها؟ ويا ريتك متجوزها بنت كمان. سكت على جوازك منها الأول، لكن دلوقتي لأ، أنا مش هسكت. ما اهتمش لكلامه ورد عليه ببرود شديد بيسيطر على نفسه بمهارة. يعني إيه كلامك ده؟ وإيه اللي مش هتسكت عليه؟ بقولك أنا كنت عارف وراضي كمان وموافق من الأول. قصدي وصل لك كويس قوي، بس هقوله. قصدي إنك تطلقها وحالا خلاص. قضيت معاها وقت كويس واستمتعت، كفاية كده بقى. كان قاصد إهانتها في كل كلمة بيقولها. كلامه القاسي كان زي الخنجر اللي غرز في قلبها، عايز يقتلها بكلامه المتجرد منه معاد الرحمة. بيتكلم وكأنها بنت ليل، بنت بيستمتع بيها وخلاص، ومش بيتعامل بحقيقة الأمر. هي دلوقتي مرات جواد الهواري. ما قدرش جواد يسكت وزعق بعصبية شديدة بعد ما فهم قصد كلام أبوه. أنت بتقول إيه؟ رنيم مراتي وهتفضل مراتي مهما حصل، ومش أنت اللي هتقول أطلق وأتجوز. أنا كبير وعارف أنا بعمل إيه كويس. ورنيم مراتي وحبيبتي، أنا مش عاوز عيال، أنا عاوزها هي وبس. قرب منها وضمها ليه بحنية، وبس راسها بكل فخر وعشق قدام الكل. درى منه على كلام أبوه السام اللي عرف إنه بيجرحها بيه قاصد. طلع أبوه بالرفض اللي بيعمله واتكلم بعدم رضا وحدة. جواد، أنت هتطلق البت دي خلاص على كده، مش هتظلم نفسك معاها وتتخلى عن أهم حاجة عشان واحدة زي دي. اتجوز غيرها وخلف وانسى كل ده، يلا طلقها. كان بيحاول معاه عشان يخليه ينفذ اللي عاوزه ويتخلص من البنت دي اللي واقفة في طريق ابنه بسبب حبه ليها، اللي مخليه يلغي عقله تماما ويتنازل عن أهم حاجة علشانها. فجأة جواد رد بإصرار على رفضه من اللي بيقوله. أنا عارف كويس أنا بعمل إيه، ومش مهم عندي غير رنيم مراتي، وأكيد مش هتخليني أطلقها غصب عني. بص عليها بهدوء واتكلم بحنية لما شاف حالتها المجهدة ودموعها اللي لسه بتنزل على وشها بحزن. يلا يا رنيم نطلع عشان ترتاحي، السفر كان طويل. مشي بيها جنب أبوه وحضنها بشدة عشان يعرفها إن هي معاه وإن هو معاها، وكل حاجة حصلت مش مهتم بيها. هو مش عاوز غيرها في حياته، وبيأكد لها بأفعاله إنه بيعشقها حق، وإنه شايفها مختلفة عن الكل. وقفت مديحة الحيزبونة تشوف اللي بيحصل بغضب، شايفة تمسكه بيها ووقوفه قدام أبوه بيعارض كلامه وتصريحه بحبه ليها قدام الكل، وإن مخططاتها هي وبنتها بتبوظ بسبب رنيم اللي بقت أكبر عقبة في حياتهم بعد ما اتأكدت من عشق جواد ليها وعدم خضوعه لطلبات فاروق. وقف قدامه كمان عشان يتجوزها، ودلوقتي برضه وقف قدامه متمسك بوجودها ورافض فكرة البعد عنها. طلعته جليلة بحزن لحياة ابنها وتمسكه برنيم اللي كانت عارفاه كويس، بس برضه مش موافقة على اللي عمله مع أبوه، وبرضه رافضة تمسكه بيها. هي وغصب عنها عايزة تفرح بأحفادها، عايزة تشيل أولاد ابنها زي ما بتحلم وبتتمنى دايما، عاوزة تعمل لهم كتير أوي حاجات حلوة وصفات حميدة تعلمها لهم، ودي اللي زرعتها في أولادها. هي دلوقتي اتحرمت من كل ده، علشان كده بصت عليه بعدم رضا لأول مرة على أفعاله. رنيم قعدت على السرير بتعيط بصمت على كل اللي حصل، وعقلها بيحلل كل كلمة سمعتها لتحت. هي عندها جرح كبير قوي، من الواضح إن هو مش هيترمم أبدا. بتعيط بحرقة يمكن تخرج كل اللي في قلبها، مش عارفة تعمل إيه. هل تفرح لنفسها وقلبها، ولا تعمل إيه بالظبط؟ لقيته فجأة قعد جنبها وضمها ليه بقوة، كان بيطبطب عليها بحنية. كفاية عياط كده عشان خاطري، هو في عروسة زيك قمر كده بتعيط؟ لا، بس هما معاهم حق يا جواد، هما صح، كلهم تحت عاوزين مصلحتك. أنا مصلحتي مش مع حد غيرك يا رنيم، وبعدين أنا كان فاتني اتجوزت من زمان لو عاوز كده، بس أنا عمري ما تمنيت واحدة غيرك في الدنيا دي كلها. بس يا جواد انت كده بتظلم نفسك. جواد هيظلم نفسه فعلا لو بعد عنك دقيقة واحدة. أنا مش عاوزك تزعلي من اللي حصل تحت ولا تشغلي بالك. ابتسمت له بسعادة، ابتسامة جميلة بيعشقها اللي بتزين ملامحها. هي مش مصدقة أبدا وجوده في حياتها. حاضر، حاضر يا جواد، بجد متشكرة قوي على وجودك معايا، انت أحسن واحد في الدنيا دي كلها. أيوة افضل عيطي بقى عشان تضحكي عليا وما خدش حقي بقى. بس بقى يا جواد، أنا ما كنتش أعرف إنك كده على فكرة. وبعد شوية كلام مع بعض كانت بتضحك بخجل على مدحه ليها اللي بيخليها تحس إنها طايرة من السعادة، بيحقق لها كل اللي هي عاوزاه وأحلامها اللي فكرت إن هي مستحيلة. هو رجع لها السعادة وضحكتها اللي رجعت تزين وشها من جديد بسبب أفعاله وكلامه المدلل ليها. كانت مبسوطة جدا لوجوده معاها، بس كان في حاجة بتخليها تخاف دايما إنها تتحرم من السعادة دي أو منه. هي عايزة تفضل معاه طول حياتها، بس ما تظنش إن ده هيحصل.
في كل حاجة بيعملها بيأكد ليها إن هو بيعشقها بصدق ومش عاوز غير سعادتها وبس، وهيخليها هي كمان تحب كل حاجة معاه. وجوه الأوضة عند مديح وأروى قاعدين بغضب باين عليهم، وأروى زعقت بغضب: يعني إحنا كنا نقدر نمنع كل ده؟ عم لو عرف إنها ما بتخلفش قبل ما يجوزها له ما كانش وافق إن الجواز اللي يتم أبدا. يا ريتني كنت أعرف إنه مش عارف. ما أخوك هقول إيه، بس كان بيقول له كل حاجة فقلت أكيد قايل له. بقى يرفضني أنا وما يرضاش يتجوزني، وافق ومتمسك بالزبالة دي. إيه خلاص اتجنن. حاولت مديحة تسيطر على حزنها وغضبها عشان تخلي بنتها تهدى، واتكلمت بقوة ووعيد والشر بيلمع في عينيها: استني بس انت يا أروى، والله ما هتتهنى يوم واحد، هتشوفيني هعمل فيها ايه. ايوه يا ماما، عشان فاكره انها تقدر عليا وخدت جواد مش لحد غيري، انا مش هسكت لها. اتكلمت مديحه بمكر وصوت واطي عشان محدش يسمعها بره: استني بس، انا عايزاكي كده في حاجه مهمه دلوقتي، هتجيبي حقك بيها من جواد. طلعتها بعدم فهم وبتسال بخبث، هي شبه امها كتير بعد ما زرعت فيها الكره والشر للكل، واللي عاوزاه واجب تنفيذه وبتسعاله دايما غصب عن الكل. ايه هي الحاجه دي؟ قولي على طول يا ماما. لمعت عينيها بمكر واتكلمت بشر وحقد: سما حبيبة قلب أبوها وجواد كمان. مالها سما؟ ما توضحي كلامك. قالت لها كل اللي سمعته واتكلمت بحدة وبتشرح لها الموضوع واللي ناوية تعمله. سما في واحد لافف عليها، أنا بقى عاوزاكي تعرفي لي كل حاجة، أنا قلتلك اللي سمعته والبت بتحبه. أنا عارفة الحوار ده من الأول، بس ده واد فقير على قد حاله مش من مستواها أصلا، وبعدين إيه اللي دخل سما في الحوار؟ أنت قصدك إيه؟ هو إيه اللي مش مستواها؟ هو أنا بقولك روحي اتجوزيه؟ وبعدين زي ما جواد مزعلك زعلي أخته، شوفي بقى تعمليها إزاي، لفي على الواد أو اديله فلوس، اتصرفي بطريقتك. صدق اللي قال: الأم مدرسة، ونعم المدرسة دي يا ولاد. هزت راسها ببرود بالرغم ان هي مش مقتنعة بكلام امها، بس هتعمله وليه لا، هي مش هتخسر حاجة. ماشي يا ماما، هتصرف انا في الموضوع ده. طلعت وسايبة امها مبتسمة بخبث وبتفكر في صورة جليلة قدامها، واتكلمت بمكر بيلمع جواها: ماشي يا جليلة، قسما بالله لا اهرك على عيالك، شوفي بقى هتفرحي ازاي. كانت بتتكلم بإصرار ووعيد شديد، وهتنفذ اللي هي عايزاه وبتخطط له دايما، بتفكر ازاي هتنتقم من جليلة وتملى حياتها بالحزن. الكره والغل عامينها عن كل حاجة عملتها جليلة معاها، وهي بتقابل كل ده بالكره. وجوه في الأوضة عند فاروق كان ماشي بغضب مالي ملامحه من اللي عمله ابنه تحته قدام الكل وتمسكه بالبنت اللي ملهاش قيمة بالنسبة له. جليلة كانت بتبصله بتوتر، عارفة انه بيفكر دلوقتي في اللي هيعمله عشان ينفذ اللي عاوزه غصب عن الكل وعن رأي جواد. فاروق تعالى بس اهدى كده واقعد، انا هتكلم معاه، بس هو ما ينفعش يطلعها اصلا بالسرعه دي، حرام يعني عشان سمعه البنت. هو ايه ده اللي ما ينفعش؟ يعني هو اللي ينفع ان البنت دي تضحك عليه ويفضل مكمل معاها؟ انتوا بقى اللي بتقوليه. بس يا فاروق البنت ما عملتش حاجه، هي كانت معرفه جواد من الاول وهو عارف وموافق، يعني حرام ما غلطتش في حاجه ولا ضحكت عليه. قرب منها وقبض على دراعها بغضب وزعق فيها بعنف: بقولك ايه، اسكتي خالص، تلاقيه كان قايلك وشجعتيه وعارفه كل حاجه، بس لو انت يا جليله مش عاوزه تشوفي عياله انا عاوز. ايه ابنك عاوز يقطع اسم الهوارم الدنيا؟ انا مش هسمح بكده مهما حصل، وهيطلعها غصب عنه. اتألمت بين ايديه، عارفه كميه الغضب اللي حاسس بيها دلوقتي، وبتحاول تهديه: والله العظيم ما كنت اعرف حاجه ولا قايل المره دي. وبعدين بتقول ايه؟ اكيد نفسي اشوف عياله وافرح بيهم، بس مش كده، مش هينفع تجبره، هو مش صغير. سابها بحده ورافض كلامها واتكلم بعدم تصديق بعد تردد كلام مديحه في عقله غصب عنه: انت برضو ما تعرفيش؟ ده انت الوحيده اللي بيقول لك كل حاجه ومشجعاه على الغلط، زي ما كنت عارفه انه بيحب البت دي وسالتك وقلت لا برضو. طلعته بحزن وردت عليه بصدق مستغربه طريقته لحد معاها من غير سبب المره دي: والله ابدا يا فاروق، والله ما كنت اعرف حاجه عن الموضوع ده، انا اتفاجئت بكلام مديحه، بس دلوقتي بتكلم معاك عشان بتقول هتخليه يطلعها غصب عنه، فبقولك ان ما ينفعش عشان هو مش صغير، هو عارف هو بيعمل ايه كويس. فضلت تقول ان هو مش صغير مش صغير وتدافع عنه لحد ما بقى واقف قدامي وبيرد عليا: انت السبب في اللي الواد ده كله فيه. ما ردتش على كلامه، بس بصت قدامها بسكوت وحزن للي بيحصل معاها. تغيير فاروق المفاجئ هو الفترة دي بقى عصبي جدا معاها هي بالتحديد، والفترة الأخيرة بتحاول دايما إنها تعدي الأمور بهدوء خوفا من غضبه على الكل. هو مش شايف لحد دلوقتي إنه بيعمل حاجة غلط، وشايف دايما إنه بيعمل الصح، مش بيهتم برأي حد غيره، كأن الكل بيغلط ما عدا هو. كل ده حصل، بس اللي جاي ممكن يغير كل حاجة. استنوني في الحلقة الجاية، وما تنسوش تكتبوا رأيكم في التعليقات، يمكن تكون توقعاتكم صح، مين عارف. دمتم في أمان الله ومع ألف سلامة.
يا مساء السعادة والجمال. السعادة مش في الفلوس ولا في السفر ولا في أي حاجة، غير إن السعادة في راحة البال، في ضحكة من القلب، في قعدة هادية مع حد بتحبه. ناس كتيرة جدا فاكرة إن السعادة بتتحقق لما بنوصل لحاجة معينة، بس الحقيقة بقى إن السعادة مش محطة، السعادة أسلوب حياة. لو متعود تدور على الحلو اللي عندك هتلاقي نفسك سعيد حتى لو الدنيا مش كاملة. وطبعا وحشتوني جدا 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 من الحلقة اللي فاتت. يا رب دايما تبقوا بخير وفي أحسن صحة وفي أحسن حال. قبل ما نبتدي أحداث حلقة النهاردة، حابة أن أنا أفكركم أن أنتوا تكونوا عاملين اشتراك لكل قنوات توتة ومفعلين الجرس ومختارين الكل علشان خاطر توصل لكم مني كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على نبينا ونشوف حلقة النهاردة مخبية لنا إيه. تاني يوم الصبح رنيم خرجت من الحمام بملامح وشها الهادية، بس بسرعة كشرت لما شافت جواد اللي كان بيجهز نفسه عشان يخرج. قربت منه ووقفت وراه بهدوء واتكلمت بحزن. ايه ده؟ انت هتمشي ولا ايه؟ اه يا رورو، ساعتين ولا حاجة وراجع، مش هطول. طلعته برفض، هي مش عاوزاه يسيبها لوحدها. حاسة بمدى قوتها وهو معاها، بس هي مش عاوزاه تقعد في البيت مع العيلة دي لوحدها، وحاولت معاه علشان يقعد. هتمشي وتسيبني؟ طب والحاجات اللي متشالة لسه ما خلصتش عندك دي؟ لا لا، ما انا شايلها، استنى بس انت عليا. طب انا خايفة، ما تسيبنيش لوحدي عشان اللي حصل امبارح يعني. ما تخافيش، محدش هيكلمك. ابقي اقعدي مع سما وماما وما تقلقيش. اتنهدت بعدم ارتياح، بس حاولت انها تخفي شعورها علشان ما تضايقش. خلاص ماشي، يلا روحي انت بقى يا حضرة الضابط علشان ما تتأخرش. بسها في راسها وبدأ يلم حاجته بسرعة علشان يمشي على الشغل. وبالليل رجع جواد البيت، كان لسه هيدخل الأوضة على طول عشان يطمن عليها، بس لقى أم مستنياه واتكلمت بهدوء. لو فاضي يا حبيبي ممكن أتكلم معاك شوية؟ حضنها بكل حب وحنان واتكلم بتعقل هادي. اه طبعا، وحتى لو مش فاضي أفضلك يا ست الكل، هو أنا عندي أغلى منك يعني؟ ابتسمت بفخر الحنان الدائم وحبه ليها، وقعدت تتكلم معاه بجدية وعتاب. ينفع اللي حصل امبارح ده يا جواد؟ لا طبعا ما ينفعش، بس هو غلط. رنيم دلوقتي مراتي، كرامتها من كرامتي، يعني لازم احافظ عليها. انت اللي معلماني كده. هو غلط فيها وقال في حقها كلام ما ينفعش وما احترمش وجودي. حاولت ان هي تشرح له الموضوع زي ما فاروق شايف بطريقته علشان يفهم اللي هو عاوزه بهدوء. يا حبيبي، هو كان مفكر ان هي ما قالتلكش. ما هو ما جاش في باله ان انت عارف حاجه زي كده وموافق عليها. ده نفسه يشوف عيالك. يا امي المهم عنده المفروض تبقى سعادتي، وكلكم عارفين ان سعادتي معاها. ردت عليه باعتراض بعدم رضا، بتحاول ان هي تخليه يشوف الموضوع كله عشان يحكم بعقله بدل من العاطفه بتاعته اللي مسيطره عليه. جواد، انا وابوك نفسنا نفرح بعيالك. انا نفسي اربيهم زي ما ربيتك وأعلمهم كل حاجه. انت عن نفسك كنت بتحلم ان انت تخلف من زمان، دلوقتي اتخليت عن كل ده وبقى مش مهم. طب انا وابوك هنتخلى عنه ليه؟ بلاش تلغي عقلك، فكر كويس في كلامي واعرف انت بتقول ايه. بس انا من زمان وانا نفسي اشيل عيالك وبحلم باليوم ده يا جواد، وانت عاوز دلوقتي تحرمني من الاحساس ده؟ مش عارف ازاي يقولها ان كل ده مش همه. هو مش هيفرح باطفال من غيرها، سعادته الحقيقيه معاها هي. يا امي والله انا عارف كل ده، بس انا لو جبت 100 عيل مش من رنيم عمري ما هفرح. سعاده ابنك معاها مش مع غيرها. مش بايدي والله، بس كل حاجه جوايا عاوزاها هي، مش عاوز غيرها. هي ما كانتش لاقيه الرد المناسب عشان ترد بيه عليه. كانت خايفه من رد فعل فاروق بعد ما شافت اصرار ابنها الكبير عليها. اقترحت حل غبي، عارفه مدى استحالته، بس اهي بتحاول. طب هقولك، بعد فترة طلقها واتجوز غيرها. اتجوز، ما تستناش يعني، وهتنساها. بكرة لما تتجوز وتخلف هتنساها. كنت نسيتها وهي متجوزة، هنساها دلوقتي؟ كده هبقى بظلم نفسي وبظلم اللي هتجوزها. انا عمري ما احب حد غيرها. ربنا يسعدك يا حبيبي ويحقق لك اللي بتتمناه يا رب. حضنها بهدوء وبس راسها بحنان وسابها علشان ترتاح. وبعدين مشي ناحية الأوضة بخطوات واسعة، وعينيه كانت متلهفة باشتياق لشوفتها. لقاها قاعدة بشروط ساكتة، ما عملتش أي رد فعل، فقرب منها وضمها بعشق وشكسها بمرح. ايه ساكتة ليه؟ مفيش أي كلمة حلوة لجوزك حبيبك؟ ده أنا حتى راجع بسرعة علشانك. فضلت متصنمة زي ما هي بجمود وما شاركتهوش أي حاجة. قعد حواجبه باستغراب لطريقتها. في ايه مالك؟ حصل حاجة زعلتك وانا بره؟ ما جاوبتش على سؤاله، وقفت قدامه وقابلته بملامح باردة خالية من المشاعر، واتكلمت ببرود حاد. طلقني يا جواد، طلقني وكفاية قوي لحد كده.
أنا أصلا ما كنتش عاوزاك، وافقت على جوازي منك غصب عني، فطلقني أحسن. ما فهمش معنى كلامها، طالعها بذهول، مستغرب جدا من اللي بتقوله. إيه هو معلش إيه ده؟ إيه اللي انت بتقوليه ده؟ ما اهتمتش بنظراته الموجهة ناحيتها، وردت بلا مبالاة بتأكد كلامها للمرة التانية. بقول الحقيقة، أنا مش عاوزاك وعاوزة أتطلق، طلقني بقى، صعبة دي؟ سمع جواد لكلامها بصدمة، وزادت ملامحه حدة وغضب كمان، بس اتنهد بصوت عالي بيحاول يسيطر على نفسه قدامها. فضل يبص عليها بعدم تصديق، هو عارف سبب كلامها ده، لكنه لسه غضبان ومش عارف ازاي قدرت تنطق بالكلمات القاسية دي، وان هي دي تبقى النهاية لعشقهم. مشي من قدامها بخطوات واسعة، كان غضبان جدا، عايز يهرب منها بدل من لهفته لشوفتها، بيحاول يسيطر على غضبه الشديد من كلامها. حاولت بسرعة تلحقه وتمنعه انه يطلع بخطوات سريعة، وندهت باسمه بحزن. جواد، جواد استنى طيب. ملفش ليها وما اهتمش بانها بتنادي عليه، وكمل طريقه بخطوات سريعة بيهرب من قدامها علشان ما ينفجرش فيها بعد طلبها ان هي تبعد عنه. وقفت تعيط بعنف، والحزن مالي قلبها للي بيحصل ما بينهم. قربت منها جليلة اللي شافتها وحضنتها بهدوء لما شافت هيئتها. اهدي يا حبيبتي، ما تعيطيش، ما حصلش حاجة. سابني ومشي. ما فهمتش جليلة السبب اللي حصل ما بينهم، بس حاولت تهديها بعقل وحنان. لا يا رنيم، هو دايما كده يا حبيبتي، لما بيتعصب بيمشي، حتى لما بزعل انا وهو. ما تزعليش، انت اهدي بس يا حبيبتي وبلاش عياط، هو هيهدى ويرجع زي ما بيعمل على طول. ساعدتها بحنان علشان تدخل الأوضة، فضلت معاها بتحاول تهديها لكنها لسه مستمرة في العياط، وطبطبت على ظهرها بحنان. خلاص بقى عشان خاطري ما تعيطيش. طب هو مزعلك في ايه وزعلهولك انا لما يرجع؟ وبلاش عياط بقى، كفاية. انا اللي مزعلة، هو سابني علشان انا زعلته. صدقيني بيهدى على طول، مش هيكمل حاجة وهتلاقي رجع هو اللي بيصالحك كمان. جواد مفيش حد أطيب ولا أحن منه والله. اهدي بقى وبلاش عياط كده. هزت راسها بهدوء بتحاول تمنع دموعها، بس فشلت وبدأت في دوامة مريرة من العياط من غير ما تبطل. حاولت جليلة تهديها، بس سمعت صوت فاروق الجهور اللي بينادي باسمها وبيسأل عليها حد من الخدم، واللي جت واتكلمت معاها باحترام. فاروق بيه عاوز حضرتك. قامت بسرعة علشان تروح له وكلمت رنين بهدوء. هروح أشوفه يا حبيبتي، ارتاحي انت شوية واهدي، والله هتلاقي جواد جاي كده هادي ومفيش حاجة، هو ما بيزعلش أبدا من اللي بيحبهم. ردت عليها بخفوت هادي بتتمنى ان يكون كلامها صح وجواد يرجع بسرعة، بتلعن نفسها على كلامها القاسي معاه وفكرة الانفصال اللي أكدتها، بس هي بتعمل كل ده غصب عنها. هي مش عاوزة تتسبب في ظلمه معاها وتحرمه من انه يكون أب زي ما هو عاوز. هي سمعت كلامه هو وأمه ومش راضية أبدا عن اللي عمله، بالرغم ان هي وقفت معاها دلوقتي بحنان وهدوء، بس هي عارفة شعورها الحقيقي، هي هتتسبب في حرمانه وظلمه. هي عارفة شعور الحرمان اللي بيعاني منه قلبها من وقت ما كانت صغيرة، بتحلم باليوم اللي هتبقى فيه مسؤولة عن طفل وهتعمل كل اللي هي عاوزاه وكل اللي هو عاوزه. ولما جه اليوم اللي كانت مستنياه من سنين طويلة، افتقدته بأبشع طريقة يتخيلها عقلها. فشلت في حمايته من ظلم وقسوة جوزها، وافتقدت معاها أموميتها للأبد. فضلت زي ما هي بتفكر في الذكرى المؤلمة اللي موجودة في عقلها، اللي لسه موجودة وشرد عقلها لما كانت بتتهان بأبشع الطرق الجسدية والنفسية. بس هي دلوقتي عايشة حياة سعيدة معاه، وعارفة جدا إن سعادتها مش هتدوم. ما تعرفش عدى عليها وقت قد إيه وهي لسه على حالتها كده بتعيط، وعقلها بيخيلها كل الذكريات الوحشة، لحد ما لقت جواد دخل الأوضة. بص عليها نظرة سريعة كده بيتفحص شكلها، شاف دموعها اللي بتنزل من غير ما تقف وعينيها اللي ورمة من كتر العياط. كان لسه هيروح ويحضنها، بس قرر إنه يقسي عليها شوية عشان تتعلم وتنهي الفكرة دي من راسها، علشان كده تجاهلها كأنه ما شافهاش. قربت منه بلهفة بتطلعه بعدم تصديق، بتلتقط أنفاسها بالراحة عشان هو رجع مرة تانية. جواد، انت جيت بجد؟ جاهد بصعوبة عشان ما يردش عليها واتكلم ببرود وسخرية. انت شايفة ايه؟ بلعت رئها بتوتر وردت عليه بضعف وتلعثم بقلق، بتحاول تنهي غضبه منها. أنا ما كانش قصدي حاجة. انت قلت ايه قبل ما امشي؟ عادي كلامك كده. طلعته بخوف من تنفيذ كلامها، متخيلة فكرة بعده عنها قد ايه قاسي عليها وعلى قلبها، وهترجع مرة تانية لبير ظلماتها القاسي عليها. فضلت ساكتة ما بتقولش أي حاجة، ما بينهم الصمت التام. سألتك قلت ايه قبل ما امشي؟ ردي عليا وقولي كلامك تاني. أنا قلت لك عاوزة أتطلق، بس قلت كده علشانك والله. عشاني ليه؟ عيل صغير أنا؟ بس ماشي، هعملك اللي انت عاوزاه يا رنيم. ايه؟ عاوزة تتطلقي يا رنيم بجد؟ ما قدرتش تبص جوه عينه،
وبصت بعيد عنه واتكلمت بضعف ونبرة عياط طلعت منها بصعوبة. جواد، انت عاوز ايه دلوقتي؟ رد عليا يا رنيم، عايزة تسيبيني بجد؟ حركت راسها بالنفي والضعف وبدأت تعيط بصوت عالي. لا لا يا جواد، ما تسيبنيش، بس انا سمعت كلام طنط جليلة ليك، حسيت ان هي معاها حق. انا بظلمك معايا وبحرمك من حاجة مهمة اي حد يتمناها. زعلان جدا علشانها، قعد يطبطب عليها، هو عارف حقيقة مشاعرها واتكلم بعقل وهدوء، بيحاول يخليها تثق فيه وهي عارفة انه بيحبها ومتيم بيها ومش عاوز حاجة غير وجودها معاه. وهو وصل لكل ده بعد عناء طويل جدا. وانتي كمان اكيد سمعتي ردي عليها يا رنيم، كل ده ملوش عندي اي اهمية. انا عارف من البداية وقلتلك ان ده شيء عادي، انت بس لو تثقي فيا هتفهمي ان انا عاوزك، انت فعلا مش عاوز غيرك، بس انت لسه مش واثقة فيا. بصت على الارض بخجل، هي بتثق فيه بس اللي شافته مش سهل عليها ابدا. اهلها واقرب الناس ليها تخلوا عنها، ازاي هتقدر ان هي تثق فيه بسهولة زي ما بيطلب؟ غمضت عينيها بضعف واتكلمت بخجل. انا بثق فيك يا جواد، بس مش قادرة، حاسة ان انا بظلمك معايا. انا اسفة، ما كانش قصدي، والله مش عاوزاك تبعد عني، بس برضه عاوزاك تبقى احسن واحد. انا هبقى احسن واحد فعلا طول ما انت معايا، اوعي تفكري تبعدي عني تاني. ابتسمت بخجل، كانت مبسوطة جدا، فرحانة من حنانه وعشقه ليها اللي دايما بيعترف بيه بأفعاله قبل كلامه. عارفة ان معاها راجل بحق وحقيقي، راجل عاوز يحميها من اي حاجة تزعلها، والأهم ان هو عاوزها معاه وبيحبها، مش بيتكسف من إظهار حبه ليها قدام أي حد. سمعت كلامه مع أهله في مرات مختلفة، وفي كل مرة بتلاقيه بيعترف ان هو محتاج لها وبحبه الشديد ليها. فضل يطبطب على ظهرها بحنية لحد ما هديت واتكلم بمرح. على فكرة انت كده بتضحك عليا وبتاكلي حقي في الزعل ده، انا رجع بدري علشانك. الله، هو انا قلت حاجة؟ ما انا ساكتة اهو. تصدقي صح، الحق عليا، انا اللي غلطان، بس اصلح غلطي حالا. بعد مرور اسبوع قعدت مديحة مع بنتها واروى كانت بتسأل بحدة وغيظ. ايه يا ماما اخرة الحوار بتاع جواد والزفتة دي؟ ها، اخرته ايه بقى؟ وانكل كان بيضحك عليكي ولا ايه؟ لا طبعا، فاروق عمره ما كان بيضحك عليا، قريب قوي هيطلقها والله. مش ملاحظه ان انت دايما بتقولي كده ومفيش حاجه حصلت؟ وبعدين هو انت واثقه من انكل فاروق كده ليه؟ ممكن يسيبه، ما انت شفتي جواد اهو، ما طلقهاش رغم ان هي ما بتخلفش. مديحه فكرت في كلامها بس رجعت مره تانية واتكلمت بجديه واصرار على كلامها. لا يا اروى، فاروق عمره ما هيرجع في كلمه قالها لي، وانا واثقه من اللي بقوله وعارفه كويس قوي انا بعمل ايه. اتكلمت بعدم رضا ولسه مندهشه جدا من طريقه مامتها وثقتها التامه فيه. ماما، انت متاكده من كلامك؟ وايه اللي هيخلي انكل يسمع كلامك كده؟ وبعدين جواد مش بيسمع غير كلام نفسه بس، وانت عارفه كده كويس. رجعت بذاكرتها لذكرى قويه عملتها قبل كده وردت على بنتها بشرود ومشوار اللي بتقوله. اللي بيني انا وفاروق كبير جدا، يخليه ينفذ وعده ليكي وزياده، وهيغصب على ابنه وهيجوزهولك مهما حصل. لا جواد ولا جليله حتى تقدر تمنعه. انا عارفه ان بقولك ايه. اروى عادت حواجبها مستغربه الكلام امها اللي مش مفهوم ابدا وسالتها بدهشه. هو انت قصدك ايه يا ماما؟ قصدك ايه بالكلام ده؟ هو هو ايه اللي بينك وبين انكل فاروق؟ مديحه فاقت بسرعه قبل ما تقول اي حاجه تانية وبتلعن نفسها بعنف وردت عليها بتوتر. مفيش يا اروى اللي بتقوليه ده، هو بيعمل كده عشان خاطر اخوه، غير كده لا كان سأل فينا ولا اي حاجه. طلعتها بعدم اقتناع بكلامها ده اللي اتبدل من دقيقه، وكملت كلامها مره تانية بشكل. انتي اللي قلتي ان في حاجه بينك وبينه يا ماما، انا ما قلتش حاجه، انا بس عاوزه اعرف. ايه يا اروى تعرفي ايه؟ انت اتجننتي؟ ما قلتلك مفيش حاجه، انا غلطانه اصلا ان عاوزه اجوزك جواد عشان تامني مستقبلك. ما عقبتش على كلام مامتها بس طلعتها بصمت وهي متأكدة ان في حاجة امها مخبيها عنها. مديحة قامت بغضب وسابتها وبتلعن نفسها على كلامها اللي قالته بالغلط. وبكده تكون حلقتنا خلصت، بس احداثنا لسه ما كملتش. يا ترى اللي جاي هيكون اسهل ولا اصعب؟ استنوني الحلقة الجاية، ما تنسوش الاشتراك واللايك عشان تتابعوا كل جديد بينزل اول باول. ولحد ما نتقابل تاني الحلقة اللي جاية، طبعا هتوحشوني. دمتم في امان الله ومع السلامة.